تخيل ان في واحد كان غني لدرجه ان مفاتيح كنوزه كانت تقيله على الرجاله، الناس كانت تحلم تبقى مكانه بس محدش كان يتخيل نهايته. بس انتهى بيه الحال ان الارض نفسها بلعته. النهارده انا مش هحكي لك قصه قارون، انا هكلمه هو بنفسه. مين اللي عايزنا؟ انت مين؟ انا قارون، اللي الناس كانت بتفتكره انه مستحيل يقع. القرآن لما اتكلم عن ثروتك اتكلم عنها بشكل بيخوف. كنت مين بالظبط؟ حاكم، تاجر، ولا رجل علم؟ كنت رجل من قوم موسى، ربنا فتح علي من العلم والمال حتى ظننت أني فوق الناس وفوق النصيحة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بيقولوا انك كنت اغنى واحد في زمانك، فلوسك كانت نعمة ولا لعنة؟ كنت شايفها دليل ذكائي، كنت فاكر ان اللي معاه مال معاه كل حاجة. كنت أخرج بينهم في كامل زينتي فكانت النظرات تسابق الكلمات. يا ريت لينا اللي أوتي قارون. كنت أرى نفسي قمة النجاح ولم أكن أرى رب النجاح. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب ليه ما سمعتش النصيحة؟ ليه تجاهلت ربنا؟ قالوا لي لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، بس انا صدقت نفسي ونسيت ربنا. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن قلبي كان ممتلئا بنفسي فقلت الجملة التي قتلتني: إنما أوتيته على علم عندي. في تلك اللحظة انفصلت عن السماء وبقيت وحدي مع غروري. رأيت الأرض تتحرك تحتي ورأيت كنوزي تسبقني إلى الظلام. صرخت لكن لم يبقى معي شيء، لا مال ولا أتباع. عرفت متأخرا أن النعمة بلا شكر نقمة، وأن المال إذا لم يقربك من الله يبعدك عن نفسك. قارون ما خسرش فلوسه بس، خسر نفسه. المال نعمة بس الغرور نهايته دايما واحدة. لو شايف ان القصة دي لسه بتحصل لحد النهاردة اكتب رأيك. وأنا آسف على تأخيري كل هذا الوقت بسبب مرضي الشديد، وأرجو أن تدعوا لي بظاهر الغيب بالشفاء العاجل، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.